ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده يا رب. تعالى اقول لك بقى، لو عندك بواقي فراخ تعملي بيها ايه. انا كان عندي فراخ ودي حاجات باقيه منها كده، هنطلع منها عظمه بصراحه. جبت بقى الطاسه، حطيت فيها معلقه زيت كبيره. انا بقى مقطعه بصل وفلفل الوان، مش عندك فلفل الوان ممكن تكتفي بالبصل والفلفل الاخضر. تمام. هنزل بالبصل اول حاجه واخليه يدبل كده كويس. هقلبه شويه بقى على النار لحد ما يدبل، مش عايزينه ياخد لون، احنا عايزينه يدبل بس. خلاص كده البصل بقى وصل للمرحله اللي احنا عايزينها، دبل بس ما خدش لون ولا اي حاجه. هنزل بقى بالفلفل عليه. هقلبهم مع بعض كويس جدا واسيبهم بس دقيقتين على النار، مش اكتر من كده، وبعدين ننزل بالفراخ. وبكده بقى البصل والفلفل بتاعنا دبل خالص. هنزل بالتوابل بقى، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ربع معلقه صغيره خالص من البهارات المشكله، والملح طبعا حسب الرغبه. تمام. هقلب بقى التوابل كده مع الخضار كويس جدا. هنزل بقى بالفراخ واديها تقليبه كويسه معاهم كده، واسيبها برضو دقيقتين بس على النار كده، تاخد من طعم البصل والفلفل، واقفل عليها. كده خلاص انا قلبت بقى الفراخ مع البصل والفلفل كويس جدا، اسيبهم دقيقتين على النار بقى. دلوقتي بقى هعمل البشاميل. انا معايا كيلو من اللبن ومعايا كيس من خلطه البشاميل الجاهزه. كيلو من اللبن بياخد كيس من خلطه البشاميل الجاهزه. تمام. لو انت بقى مش عايزه تستعملي خلطه البشاميل الجاهزه، يبقى معلقتين دقيق وقصادهم معلقتين سمنه على كيلو لبن. تمام. هيطلع القوام بتاعه مظبوط جدا معاكي. طبعا ده كله على البارد، انا هقلبه بس كويس جدا وبعد كده اشغل النار. اهم حاجه تقلبيها على البارد عشان القوام بتاعه ما يكلكعش معاكي. تمام. وبعد كده نشغل النار. اهم حاجه التقليب المستمر لحد ما القوام يتقل معاكي. تمام. عشان القوام ما يبص منك. كده خلاص هو بدأ يتقل معايا تماما، شايفين؟ هنا بقى خلاص الخليط بتاع البشاميل اللي جهز معايا، هو كده غلي. اول ما بيبدأ يطلع فقاعات كده خلاص بيبقى جهز، استوى خلاص تماما. وما شاء الله القوام بتاعه طلع مظبوط جدا. كده خلاص هقفل عليه بقى وتعالوا نشوف غيره. هنا بقى نسلق المكرونه. حطيت ميه واحط فيها ملح، مش هنحط زيت خالص، لان لما بتحطي الزيت في السليق بتاعه المكرونه، اللي طبعا طبقه البشاميل مش هتمسك على المكرونه بتاعتك وهتتزحلق من عليها. تمام. يبقى هنحط ملح بس في الميه. كده خلاص اول ما الميه بتاعتي غليت نزلت المكرونه. هنا بقى المكرونه بتاعتي كانت اتسلقت كويس وصفيتها. هنزل بقى بخليط الشاورما اللي احنا عاملينه من بواقي التلاجة، حاجه كده روعه اللهم بارك. عايزه اقولك والله بجد ريحتها حلوه جدا وطالعه جميله. هقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض. هقلبهم بقى كويس جدا. عايزه اقولك بقى بجد طلعت احلى صينيه بشاميل بشاورمه الفراخ، بجد روعه.
ومن بواقي التلاجة وحاجة كده في السريع بقى، مش هتاخد معاكي وقت ولا اي حاجة خالص. وكمان مش هنبهدل برضو مواعين كتيرة ولا اي حاجة. انجزنا في السريع. في 10 دقايق وانتوا واقفة في المطبخ هتكوني خلصتيها. كده احط طبقة من البشاميل خفيفة كده في الصينية الاول. هوزعها كويس جدا. كده خلاص بقى هنزل بالمكرونة بقى. هوزعها بقى في الصينية كويس جدا عشان تبقى بس متساوية. وبعدين انزل بخليط البشاميل كله. كده خلاص بقى، اللهم بارك. هوزع بقى البشاميل بتاعي كله كده على الصينية وبعدين ندخلها الفرن. عندك بقى جبنة موتزاريلا، اي نوع جبن ممكن تحطي على الوش. وممكن ما تضيفيش اي حاجة خالص وتدخلها الفرن على كده هتبقى حلوة. انا بقى هديها رشة جبن كده شيدر، هي اللي كانت متوفرة عندي الجبنة الشيدر. اديتها رش كده، وده الشكل النهائي بتاعها. يا رب يكون عجبكم الفيديو. متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دمتم سالمين.